يا صباح الفل، يا صباح الرضا والهنا والسرور على احلى اخوات الدنيا دي كلها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفتره مساحه في راحه بال. جايلكم النهارده ان شاء الله فيديو جديد وباذن الله يعجبكم. فيديو النهارده برعايه بقى توفير التوفير يا جماعه. بصوا بقى النهارده كده هنعمل مع بعض فطار. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم قسما بالله، يمكن اكتر يوم حسيت ان الاكل عندي كتير وفايض منه هو اليوم ده. عملت فطار يعني اللي هو بقى ايه، الأرداحي. بس كنت عاملة معاهم الصينية دي بصراحة عشان بس الولاد، لأن الولاد عندي ملهمش في الأكل اللي أنا هعمله النهاردة. ممكن ياكلوا البطاطس يعني فاهمني، بس هم عايزين ياكلوا حاجة تانية، فأنا قلت أعمل الصينية دي، والصينية دي برضو ايه تنفع معايا، ممكن مثلا في السحور تنفع معايا لتاني يوم كده، يعني ياكلوا بيها يفطروا بيها، لأن أنا الولاد زي ما قلت لكم، أنا الولاد مش بيصوموا عندي، أنا فريدة بس بصومها عدد ساعات معينة، لكن هي مش بتصوم يعني يوم كامل. فممكن مثلا ياكلوا بقى، اسخنها مثلا ياكلوا منها و وبعديها مثلا ايه يعمل لهم حاجه يشربوها وحاجه كده، وتنفع مثلا لو انا هحطها على بواقي فطار تاني يوم او كده. طيب عملت ايه بقى الاول؟ زي ما انتم شايفين كده بعمل صينيه جلاش. بصوا لفه الجلاش دي اسمها السلام. عايز اقول لكم اللفه دي بجد جميله جدا. كنت جايباها من بيت الجمله اللي جنبي، كانت عامله 11 ونص. انا كنت جايبه لفتين، فاللفه دي عملت لي صينيه محترمه كده زي ما انتم شايفين. و... وشلت بقى لفه تانية، قلت ابقى اعملها في يوم تاني مع لحمه مفرومه، او لو عايزين اعملها ايه تكون حلو يعني حاجه حلوه يعني. بس المهم طلعت كده اللفه، كنت حاطاها في الفريزر، طبعا انا جايباها وحطاها في الفريزر. طلعتها قبل ما اروح الشغل، وكنت بطلعها بقى بسطرمه، كنت جايبه برضو تومه بسطرمه وحطها في الفريزر. وجبنه عندي اللي هي الدومتي اللي هي المشكل، او ميكس اللي هي الميكس الجبن المشكل، طلعتها برضو، كنت انا بستعملها منها يعني. وده الجزء او بقيه الكيس اللي فاضل عندي. طلعت زيتون مخلي برضو كنت جايباه، وحطيته بقى في ميه كده شويه عشان الحدوقيه بتاعته يعني. المهم بقى ايه، اول ما رجعت من الشغل قلت اعمله على طول بقى كده ايه، صينيه الجلاش دي. حطيت بقى طبقات كده، بين كل طبقه وطبقه كنت مسيحه سمنه وبحط، وبعد كده بقى ايه كنت بعد كده عدد الورق عشان خاطر التقسيمه، عشان يبقوا قد بعض فوق وتحت. بعد كده بدات احط بقى البسطرمه وحطيت الزيتون، وطلعت كيس فلفل الوان من الفريزر جاهز كده على طول مقطعاه. حطيته بقى كده وسبت جزء منه اعمله بقى في طبق الفول اللي هنعمله مع بعض النهارده. تمام. المهم حطيت بقى الجبن بقية الكيس. عايزه ان شاء الله هي خلاص من عندي، عايزه ابقى اجيب برضو كيس، برضو الحاجات دي بتبقى حلوه قوي في الفريزر، بتنفع معاكوا في صينيه بيتزا، صينيه جلاش كده يعني. بس المهم بقى كده ايه، خلصت كده الحشو حطيته، وبعد كده بدأت بقى احط الايه الطبقات التانية من الجلاش، وما بين برضو كل طبقة وطبقتين بحط برضو ايه سمنة، عشان يعني يبقى كده طالع هش كده وما يكونش لازق في بعضه. هو بس اصلا الطبقات دي معمولة على شكل مستطيل، يعني عايزة صينية مستطيلة هتبقى حلوة اوي. بس المهم بقى ايه اخلص كده بس الصينية دي، احطها بقى في الفرن تستوي الاول من تحت ومن فوق، تشغل عليها الشواية ايه في اخر جزء يعني. كنت مطلعه كمان كوباية لبن، انا طبعا هقطع الصينية وهحط بقى كوباية اللبن دي كده بقى ايه على الوش، بتديها طعم خطير. في ناس بتحط عليها بيض، بس انا بصراحة مش بحبها كده، يعني انا بحبها كده تبقى خفيفة كده باللبن على طول. بس حطيت بقى على اخر طبق كده، طبعا انا بحط الجلاش اخر طبقتين بدخلهم لجوه عشان يعني يبقى الشكل حلو. حطيت بقى سمنة كده على الوش، وقدرت ان انا اقطع الصينية كده مكعبات او مربعات، عشان لما تطلع يبقى سهل عليا ان انا ايه اطلع المربع كده سهل على طول. بس هقطعها بقى كده زي ما انتم شايفين مربعات، واحط بقى كده ايه على وشها كوباية اللبن، تديها بقى طعم حلو قوي وتسويها في نفس الوقت. في ناس بتحط شوربة، بس صدقوني اللبن اخف واحلى حاجة بصراحة، يعني اللبن بيديها طعم حلو قوي. بس ادي كده صينية الجلاش، هنلملم بقى الدنيا كده ايه حوالينا، ونظبط بقى الدنيا يعني الايه الرخامة كده والمواعين اللي طلعت.
طبعا السمنة دي حطيتها تاني في العلبة، بس هننضف بقى كده الرخامة مطرح ما عملنا بقى طبعا السمنة والحاجات اللي هي ايه وقعت على الرخامة كده، ننضفها كده سريعا ونلملم مع بعض كده المواعين. عايزاكي كده طول ما انتي واقفة في المطبخ تلملمي كده في من حواليه. بس غسلت بقى كده الحاجة دي اللي طلعت مطرح ما عملت ال الصينية يعني. بس هبتدي بقى اجهز معاكم الحاجات بقى الايه القرداحي او الحاجات اللي هي من غير البروتين مع بعض. بس هعمل ايه النهارده بقى؟ هعمل بطاطس كنت سلقاها، كنت حطاها على النار دلوقتي وقت ما كنت بعمل معاكم الجلاش. حاطه كده بطاطس تتسلق، وهعمل بيها ايه؟ هعمل بيها بطاطس مهروسه بالسمنه والفلفل الاسمر والملح، وهعمل بطاطس كده هقليها برضو. هنعمل طبق فول كده حلو. تمام. وكنت عامله لهم بقى عصير فراوله. كنت مطلعه كده اهو، شايفينه حتى على الرخيم اهو. طلع كيس فراولة عشان اضربه كده باللبن. وكان عندي كركديه برضو، يعني كيس كده صغير، بس ايه احنا شربنا فراولة يعني. بس اهو هحاول كده ان انا ايه افككه شوية يعني عشان اعرف ايه اضربه. تعالوا بقى نعمله مع بعض. طبعا الفواكه دي انت بتكوني جايباها بقى وحاطه ايه، حاطه يعني كل ما تجيبي فاكهه حطي كيس كده في الفريزر. بيجي عليكي يوم بتبقي مش عامله عصاير من اللي هي مثلا بتاخد ايه وقت، زي الخروب والعناب والحاجات دي. فانت بقى ايه بتبتدي تجيبي كده بقى ايه، تجيبي بقى الكيس اللي انت كنتش حاطاه في الفريزر وتضربيه بقى. عايزه اقول لكم بصوا يعني بجد بيفرق معاكم، وحاجه مغذيه في نفس الوقت. انا بحط سكر ونص الشفشق بملاه ميه ولبن، يعني نص ونص. بس افضل بقى ايه اضرب كده، بجد كان طعمه خطير بجد. عندك بقى كيس مانجا طلعي، عندك كيس جوافة طلعي، عندك برتقان طلعي. بصوا الحاجات دي يا جماعة إيه بتساعد برضو، بتساعد اثناء الشهر يعني. هنا بقى كنت ضربت خلاص وقلت بقى ايه اصب العصير في الازازتين دول. الازازتين دول انا كنت جايباهم قبل كده عصير من بره، يعني من محل عصير من بره جنبي. واحتفظت بالازازتين دول، قلت برضو ايه ينفعوا برضو في حاجة زي كده يعني. بس بصوا هو ملا بالظبط الازازتين. بصوا الكمية اللي انا عاملاها دي مليت لي قد ايه. لو تشتري الازازتين الفراولة دي من بره شوفي هتكلفك كام، هتكلفك مبلغ برضو. بس المهم بقى كده ايه كده البطاطس اتسلقت، وهقشرها كده بقى ايه تحت المية كده وهي سخنة طبعا. احب يعني المية تبردها بقى معايا. بس وهقشرها بقى كده زي ما قلت لكم. هعمل طبق مهروس بالبطاطس مهروس، اللي هي البيوريه وهعمل بطاطس محمرة برضو. الولاد بيحبوا عندي البطاطس لما تتسلق وتتحمر. دي بطاطس كنت جايباها 3 كيلو ب10، كانت صغيرة حجمها يعني. فأنا بحبها بصراحة في كده بقى. كنت جايبة 2 كيلو من اللي هي الكبيرة، و3 كيلو من اللي هما الصغيرين دول. عايزة أنزل السوق، بس مش هنزل النهاردة الجمعة على فكرة، بسجل لكم الصوت يوم الجمعة. معزومين برا النهاردة، وان شاء الله كده لو عرفت اصور لكم مقتطفات من العزومة هصور لكم. بس مش هنزل يعني السوق. النهاردة عندي البيت عايزة اعمل اروقه كله، وعندنا انا والولاد كده مذاكرة وحاجات كده عايزين نخلصها قبل ايه ما نروح العزومة. فمفيش وقت خالص بصراحة ان انا انزل السوق واشتري حاجات. والسبت انا عندي شغل، عندي يعني كام درس كده. ف فشكلي كده يعني شكلي هبقى انزل مثلا إيه اخطف كده حاجات بسيطة ولا حاجة، اخلي جوزي مثلا يخطفهولي كده من السوق وهو جاي الاسبوع الجاي يعني. وممكن بقى ان شاء الله باذن الله على يوم الجمعة الجاية او يوم الخميس الجاي اروح بقى السوق، اشتري بقى ايه، اشتري بقى طلبات للبيت. عشان بصراحة انا ما عنديش طماطم، ما عنديش خيار، ما عنديش فلفل. البطاطس برضو قربت تخلص. عايزة اجيب بقى فراخ، وعايزة اجيب بانيه، واجيب لحمة مفرومة، وعايزة بصراحة اجيب صدق برضو ينفع معايا كده في صينية بطاطس كده يعني. ففي شوية طلبات بصراحة ناقصة عندي في البيت، فعشان انزل بقى واجيب الحاجات دي فمحتاجة يوم كده ما يكونش ورايا اي حاجة.
فربنا يسهل ان شاء الله على نهاية الاسبوع بقى انزل كده واشتري. ولو الحاجات بقى البسيطة اخلي كده ايه زي ما قلت لكم، جوزي يخطف لي ايه حاجات بسيطة كده وهو جاي من شغله يعني. بس هنا بقى تعالوا بقى نعمل مع بعض بصوا مشغلة التلات عيون في نفس التوقيت. عملت الفول، حطيت الاول معلقة سمنة كده حلوة، وحطيت بقى بقية الكيس اللي انا كنت مطلعاه بتاع الفلفل الالوان والطماطم. خليتهم بقى كده ايه يستووا شوية. وحطيت بقى هنا بطاطس المهروسة دي، هرستها وحطيت سمنة كده، مكعب سمنة حلو. وظبطت بقى ملح وفلفل اسمر، او لا مش ملح، فلفل ملح وكمون في الفول وفي البطاطس. وطبعا البطاطس التانية كنت بقليها، بس كله في نفس التوقيت. فطلعت بقى طبعا عيش بس. وكانت ايه يعني بجد سفرة اقتصادية. انا زي ما قلت لكم عملت صينية الجلاش دي، انت ممكن تستغني عنها يعني، انت ممكن ما تعملهاش عادي. بس انا زي ما قلت لكم انا الولاد يعني كنت حاسة ان هما ممكن ايه مش هياكلوا الفول. هما مش بيحبوا الفول يعني، مش بياكلوا. فهما كانوا هياكلوا مثلا بطاطس محمرة، ممكن ياكلوا بطاطس مهروسة. فعايزة حاجة برضو ايه يعني تشجعهم كده على الاكل. بصوا بقى صينية الجلاش عاملة ازاي، قمر ازاي، كانت جميلة قوي بصراحة. بس وادي بقى سفرتنا، سفرة بسيطة. العلبة دي كانت فيها مرطة، كان جوزي جايبها من عند والدته كده فهو حب ياكل منها. وبصوا بقى سفرة بسيطة وجميلة. اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير. باي باي.